حبايبي الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا اليوم ضمن السلسلة اللي احنا قلناها قبل كم؟ امس. الذاكرة يا جماعة. امس صورنا 3 وصفات وهذه هي الرابعه. سوينا المايتي زنجر حق كنتاكي، يا سلام سلم. اتفقنا انه حنمسك المنيو حق كنتاكي ونقعد نقلد، بس سويته كذا بطريقه مره ممتازه. انا القرمشه كيف ممكن تطلع، حتى لو تبغى تسوي المشروع هذا تفتح فيه محل عليك بالعافيه، طريقه جدا 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 ممتازه. ابغاك تشوف كيف الشكل وشوف لي كيف الدجاجه طلعت، يا سلام كذا متشعبه. السر الان راح تاخذه معايا بس لو ركزت شويتين. اول حاجه تحتاج كذا صدور دجاج جميله، تبى تقطعها فيليه خاليه من الزوايد وصافيه كذا، يعني مرتبه واحده. تقوم تخبطها كذا شويتين بالمطرقه، ايش تلف معاك عشان تستوي كمان برضو بشكل اسرع جوا القلي. ثاني خطوه التنقيع، نبغى ننقع بشويه حليب وبهارات، يا سلام سلم، ونخليه كذا على جنب. بعد ايش اللي بيصير؟ الدجاجه راح تصير تندر اكثر، يعني تصير طريه اكثر، فبيسهل عليك انها تستوي وتصير كمان جوسي. بعدها في 3 باتر راح نحضرهم وسهلين. اول واحد حيكون حمام ثلج، عباره عن مويه وثلج مره كثير، هذا حتحطه على جنب واقول لك ليش. وحنحضر ايش؟ طحين مخلوط بشويه بهارات كنتاكي اللي سويناها قبل يومين. ونحضر كمان ايش؟ خليط كنتاكي مع شويه حليب وطحين وشويه مويه غازيه. ليش المويه غازيه؟ عشان هي بتعطيك كذا انتفاخه، واو حلوه هذه الانتفاخه اللي انت شفتها. فبالتالي ايش حنسوي؟ اول حاجه حتطلع الدجاج المتبل، تروح في الطحين شويتين، بعدين حتروح في خليط الطحين السايل برضو شويتين. الان تعطيها شوك، تصدمها بمويه وثلج. بالطريقة هذه ايش اللي بيصير؟ الطحين حيمسك جوا الدجاجة، يا سلام سلم، وحتطلعه بسرعة. ترجعه للطحين الناشف، 1 2 تقلبهم. اهم حاجة في تكنيك الدجاجة عشان تطلع مقرمشة زي ما انت شايفها في الصورة هذه او في الفيديو هذا، انك ما تطبطبها بيدك. اذا طبطبت بيدك انتهت القرمشة. فبالتالي انت بشويش تحط الطحين فوقها، بعدين من الزوايا تنفضها وتحطها على الوش الثاني، تحط طحين، بعدين تشيلها تنفضها وعلى الزيت. يا سلام كذا بحنية. الزيت لازم يكون حامي على 190 درجة، بعدين تقلل الزيت تخليه لي على 150 عشان يستوي معاك. بعد 10 دقائق ايش اللي حتسوي؟ هيستوي معاك ما شاء الله. شوف كيف شكله، واو. حتحطه في الخبزة طبعا عشان تسوي خلطة الزنجر الصح. خبزتين، الاولى حتحط عليها فيها صوص احمر براحتك اللي انت تبغاه، والثانيه الصوص المايونيز حيشرب الخس على طول، والاحمر اللي هو ياخذ الدجاجة. بين الدجاجتين راح تحط شيدر تشيز وتقفلهم وتغلفهم وتستنى شوية عشان تذوب معك الجبنة. شوف كيف ذابت معايا، يا سلام سلم. كذا انت معك اطيب مايتي زنجر. الان حنطبقها مع بعض فيديو سريع وبكتب لك الخطوات. علينا وعليكم بالعافيه، صح؟ صح. علينا وعليكم بايش؟ بالعافية. الله شطار. الله ونقول بسم الله. المنشفة معانا. نبدأ. أول حاجة نحتاج كذا نتبل الدجاج بشوية بهارات حلوة، يا سلام سلم، وتخليه كذا ليلة إلين ما يصير طري. ونحضر 3 نقعات. أول حاجة الطحين الناشف عليه شوية بهارات كنتاكي حكتب لك إياها، وبعدين الطحين السايل عليه شوية بهارات سر مياه غازية عشان تنفش العجينة معاك وتصير كريسبي، وحليب وموية فيها ثلج كثير. حنطلع الدجاجة على الطحين الناشف، الطحين السايل، المويه المثلج عشان تاخذ صدمه، وتنزلها على الطحين الناشف مره ثانيه، تاخذ قلبتين بس لا تطبطبها، وعلى الزيت تنقلي. الحراره عاليه في البدايه، بعدين نخفضها. شوف تطلع معك كيف، يا سلام سلم يا حلوه. الخبزه الاولى حتاخذ صوص احمر، الخبزه الثانيه صوص مايونيز وعليه خس، الدجاجه المقليه الشدر، الدجاجه المقليه، طبقهم فوق بعض، يا سلام سلم. وكذا اطيب مايتي زنجر يصير جاهز معاك. يلا ندوق معاكم. واو، اتقنت الصنعة. تستثمر معايا، حط لي فلوس. افكر لك احلى حل. ندوق الدجاجة لحالها، هذه الثومية حقتهم. واطيب ماتي زنجر، بس ايش في قلبك؟